السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الأول الإعدادي. معاكم مستر يسري يحيى. هنبدأ النهاردة المنهج الجديد بتاعنا، وهنبدأ في أول يونت إن شاء الله، لا يونت 1 A Great Summer. طبعا إحنا هنبدأ نحل كتاب جيم، من الشرح من كتاب جيم والحل من كتاب جيم. تعالى كده مع بعض نبدأ مع بعض. هنبدأ النهاردة lessons 1 and 2. هنبدأ أول حاجة الفوكاب. تعالى كده مع بعض نقرأ الفوكاب بتاعتنا. adult بمعنى بالغ، يعني شخص بالغ أو شخص كبير. AI اللي هي اختصار Artificial Intelligence يعني الذكاء الصناعي. دايما احنا بنختصرها وبنكتبها AI، A capital والI capital. Chocolate bar rubber يعني غلاف قطع الشوكولاتة أو الغلاف بتاع الشوكولاتة. Community بمعنى مجتمع. Imagine verb أو فعل بمعنى يتخيل، واخد بالي إن هو كتب لي جنب منه دي يعني لما اجي احول الباست الماضي او الباست بارتيسيبل التصريف الثالث بزود له دي تبقى imagined. leader قائد او زعيم. member فرد او عضو يعني شخص. mention فعل بمعنى يذكر، واخد بالي ان انا بزود له اي دي في الماضي والتصريف الثالث تبقى mentioned. neighbor يعني جار. notice بمعنى يلاحظ، جنب منها دي يبقى الباست والباست بارتيسيبل noticed. partner بمعنى شريك او زميل. recycling center اللي هو مركز اعادة التدوير. software البرمجيات اللي هي البرامج اللي بتبقى موجودة على الموبايل او الكمبيوتر. strange بمعنى غريب صفة. talented صفة بمعنى موهوب. tiring متعب او مرهق. tournament بمعنى بطولة أو دورة مباريات. vacation يعني أجازة. volunteer هاخد بالي إن كلمة volunteer تمشي verb تمشي noun يعني فعل أو اسم. لو هي اسم يبقى معناها متطوع، لو هي فعل بمعنى يتطوع، ففي حالة فعل الباست والباست بارتيسيبل بتوعها ed يبقى volunteered. workshop بمعنى ورشة عمل. بعد كده هدخل على الاديشنال فوكاب اللي هي المفردات الإضافية، يعني حاجات بتبقى مكررة المفروض. alphabet يعني الحروف الأبجدية. amazing مذهل أو مدهش. area يعني منطقة. blog post منشور في مدونة. can علبة صفيح. check يفحص أو يراجع، والباست بارتيسيبل checked بزود ed. community garden حديقة مجتمعية. coach بمعنى مدرب. specially بمعنى خصوصا. excited متحمس. forum post منشور في منتدى. join ينضم إلى، برضو ده verb هاخد بالي في الماضي والتصريف الثالث بزود ed يبقى joined. kick بمعنى يركل يعني يشوط، والباست بارتيسيبل بزود ed تبقى kicked. local group مجموعة محلية. meeting يعني اجتماع. mistake بمعنى خطأ. player بمعنى لاعب. project مشروع. post فعل بمعنى ينشر، والماضي والتصريف الثالث هزود ed بس posted. repeat يكرر او يعيد، برضو الماضي والتصريف الثالث ed يبقى repeated. sound بمعنى صوت. sports club نادي رياضي. team فريق. technology يعني تكنولوجيا. هاخد بالي ان في بعض الرموز اختصارات جنب الكلمات، هو موضحها لي تحت. الان يعني noun يبقى noun يعني اسم، يبقى الكلمه اللي مكتوب جنبها ان دي نوعها noun اسم. كلمه مكتوبه جنبها v يعني verb فعل. كلمه مكتوبه جنبها adj يعني adjective صفه. adv يعني adverb حال او ظرف. اختصار كلمه preposition يعني حرف جر. conjugation يعني تصريفات. بعد كده هنيجي كده نشوف مع بعض تمرين صغير على الكلمات اللي خدناها. اول حاجه لازم اكون عارف معاني الكلمات اللي فوق. هنا بيقول choose and complete اختار واكمل. بنختار من الكلمات اللي موجوده فوق، يبقى قبل ما نحل لازم اتاكد ان انا عارف معاني الكلمات اللي فوق. notice بمعنى يلاحظ. member فرد او عضو.
imagine يتخيل، coach مدرب. number 1 Alizana always gives me some advice during the game. مين بيديني نصيحة أثناء اللعبة؟ يبقى أكيد الإيه؟ الكوتش. تمام. number 2 My dad didn't that I got my hair cut. بابا لم إن أنا قصيت شعري. يبقى أكيد أيوه برافو يا أحمد. notice لم يلاحظ. يبقى هي العملية ماشية على الترجمة، لازم أترجم، عشان كده لازم أكون حافظ الكلمات كويس. number 3 every of the group has a role to do. كل في المجموعة ليه دور يؤديه. يبقى أكيد every أيوه برافو يا منى. member كل فرد. بعد كده عندي حاجة اسمها language expressions تعبيرات لغوية. أفعال بتيجي مع كلمات ممكن تظل بالمعنى بتاعها وممكن المعنى يتغير حسب الكلمة اللي بتيجي معاها، فدي بنقراها كده مع بعض، ومع الحل والقراءات بنقدر نفهمها مع بعض او نقدر نحفظها. هي مش محتاجة حفظ أوي، هي محتاجة فهم. يعني عندي كلمة collect بمعنى يجمع، pick up يعني يلتقط. طيب وليتر قمامة، عايز اقول يجمع القمامة او يلتقط القمامة، ممكن ينفع اقولها collect litter او pick up litter. فعل do بمعنى يفعل، أقول do activities يعني يؤدي أنشطة، do homework يعني يعمل الواجب، do well يؤدي جيدا يعني يحل كويس. try my best، try لوحدها بمعنى يحاول، أقول try my best أبذل أقصى جهدي، try his best يبذل أقصى جهده، وهكذا. take لوحدها يأخذ، أقول take part in بمعنى يشارك فيه، take part in a competition يشارك في مسابقة مثلا. have لوحدها بمعنى يمتلك أو عنده، لكن نقول have fun يتسلى، have a better life لديه حياة أفضل. make يصنع، نقول make a poster يصنع ملصقا، الملصقات بتاعة الحائط. make changes يحدث تغيرات يعني أو تغييرات، يعمل حاجة جديدة. make sure على بعضها بمعنى يتأكد. score a goal يحرز هدف أو يسجل هدف. solve a problem يحل مشكلة. give a helping hand يمد يد العون بمعنى يساعد. بعد كده عندي prepositions اللي هي حروف الجر. at the start of يعني في بداية كذا، at the end of في نهاية كذا. clean up بمعنى ينظف، clean up. decide to يقرر أن، decide to يقرر أن. for a while لمدة قصيرة أو فترة قصيرة من الزمن، for a while. instead of بدلا من، instead of بدلا من. join in يشارك، احنا خدنا كلمة join لوحدها ينضم، و take part in يشارك، عشان تبقى join زي take part in يبقى اسمها join in. nervous about متوتر بشأن كذا أو عصبي بشأن كذا، هي الأكثر استخداما في المعنى متوتر. surprised by مندهش بواسطة، surprised by. help out، help out يعني يساعد على إنجاز العمل، يخلص الشغل، يساعد في إنهاء الشغل. wait for ينتظر شيء أو ينتظر شخص، يعني ينفع أقول لك I'm waiting for علي، ينفع أقول لك I'm waiting for the bus. بعد كده احنا خدنا بالنا إن في الجدول بتاع الكلمات كانت الأفعال بتاعتنا الأفعال المنتظمة محطوط جنبها الاي دي او الدي او الاي اي دي اللي هي التصريفات بتاعتها. تمام. الاي دي باشكالها، لكن في عندي جدول تاني تصريفات الافعال غير المنتظمه اللي هي الافعال اللي بيتغير شكلها او تظل كما هي، فده لازم اكون حافظه. عندي present يعني مضارع، past ماضي، past participle التصريف الثالث، يبقى لازم اكون حافظ التصريفات بتاعت الافعال الشاذه كويس. مع بعض كده feel felt felt feel felt felt give up gave up given up give up gave up given up grow grew grown grow grew grown learn learned learned learn learned learned leave left left leave left left take took taken take took taken teach taught taught teach taught taught win won won win won won write wrote written write wrote written. يبقى مهم جدا اي حاجه بتعملها في اللغه الانجليزيه لازم تسمع صوتك. بتذاكر يبقى بتسمع صوتك وانت بتقرا، بتحل واجب يبقى بتسمع صوتك وانت بتقرا الاسئله. تمام. بتحفظ كلمات، بكتب واسمع صوتي، يبقى اي حفظ للكلمات كتابه ونطق. play يلعب play يلعب play يلعب 4 5 6 مرات كده لحد ما تحفظها. بعد كده عندي was and opposites الكلمات وعكسها. كلمة opposite بمعنى عكس أو antonym، يبقى الاثنين بنفس المعنى، يبقى ممكن يقولها لي opposite أو antonym.
طبعا دي المفروض ان هي كلمات انا حافظها، هو بينبهني للعكس، واحنا بنقراها لو حسيت ان فيهم كلمه مش حافظها يبقى لازم تتحفظ. المنهج بتاعنا بيعتمد على ان انت يكون عندك حصيله كلمات عشان تفهم. قريت، فهمت او ترجمت، هتعرف تحل. empty فارغ يبقى عكسها full ممتلئ. positive ايجابي يبقى عكسها negative سلبي. quiet هادي عكسها noisy صاخب يعني كثير الضوضاء. possible ممكن يبقى عكسها impossible مستحيل. safe آمن عكسها dangerous خطير. young صغير في السن عكسها old كبير في السن. تعالى برضه عندي تمرين صغير على الكلام ده، بيقول لي choose and complete. يبقى لسه قايلين لازم نتأكد ان انا عارف معاني الكلمات، فحضرتك بتحل في الواجب في البيت حاجة زي كده قبل ما تعمل اي حاجة. الكلمة اللي مش عارف معناها هات معناها واكتبها فوقيها، يبقى انت كده بتقرأ وانت فاهم المعنى فبتقدر تحل. safe يعني آمن، dangerous خطير، make يتأكد، او لو قلتها ميك شور يبقى ميك لوحدها يصنع، لو قلتها ميك شور يتأكد. sits بمعنى تغرب، for لمدة او لكذا او علشان كذا. نمبر 1 we need to not changes to the plan. احنا محتاجين ايه؟ تغيرات للخطة. يبقى نحدث تغيرات. ايوه نحدث تغيرات يعني ايه؟ برافو يا عمر، make changes. بعد كده نمبر 2 بيقول he waited ايه؟ his friend at the park but he didn't come. احنا حافظينها ينطبق اسمها wait ايه؟ برافو يا احمد، wait for. نمبر 3 you should wear a helmet while biking to be. يجب أن ترتدي خوذة أثناء ركوب الدراجات لكي تكون، أيوه برافو يا منى، آمن safe. the last one آخر واحدة اللي هي نمبر 4 it gets cooler. الجو بيصبح أكثر برودة when the sun عندما يحدث إيه للشمس؟ sets تغرب. تمام. بعد كده عندي هنا موضوع صغير بنتعرف فيه عن حاجة اسمها AI. بيقول لي what's AI؟ What's AI يعني ما هو الذكاء الاصطناعي؟ احنا قلنا كلمة AI اختصار كلمة Artificial Intelligence، تمام؟ يعني الذكاء الاصطناعي. AI stands for Artificial Intelligence. AI دي أصلها أو ترجع لكلمة Artificial Intelligence. يبقى ال AI أساسها كلمة الذكاء الصناعي. It means making computers and robots. ده معناه جعل أو إن احنا نخلي الكمبيوتر والروبوتس اللي هو الرجال الآليين smart أذكياء so they can do things لدرجة ان هم يفعلوا اشياء that usually need human intelligence. عادة الاشياء دي بتكون محتاجة ذكاء انساني، يعني بيخلي الكمبيوتر او الروبوت يعمل حاجات الانسان هو اللي بيعملها ومحتاجة ذكاء انساني، مش محتاجة ان واحد بيشتغل بايده بس. فهنا بيبدأ يديني امثلة. قال فور اكزامبل كمثال imagine you have a super smart robot friend. تخيل ان حضرتك عندك super smart robot friend، صديق آلي ذكي جدا. This friend can understand what you say. الصديق ده يقدر يفهم اللي انت بتقوله. answer your questions يجاوب على الاسئله بتاعتك and even help you وحتى يساعدك do things like homework تعمل حاجات زي الواجب or play computer games او تلعب العاب كمبيوتر. this smart robot الروبوت الذكي ده هو is what we call artificial intelligence or AI. ده اللي احنا بنسميه الذكاء الصناعي او AI. طيب هنا بيعرفني حاجه ثانيه دي types of words. types of words يعني انواع الكلمات. اول نوع عطاه لنا noun الاسم ودايما بنختصره بحرف ان. يعني noun قال it refers to a person or thing. ده بيشير او بيقصد بيه شخص او شيء، يبقى كلمه بيقصد بيها شخص او شيء فدي بسميها noun. before a noun we usually find a and the. قبل الاسم عاده بنلاقي a او an او the. واعطاني امثله a coach مدرب، a garden حديقه، an area منطقه. بعد كده قال لي a verb الفيرب اللي هو الفعل بنختصره v. it describes an action. ده بيوصف حدث. واعطاني امثله help يساعد، imagine يتخيل، join ينضم. بعد كده قال لي an adjective اللي هي الصفه بنختصرها adj. it describes a noun بتوصف لي اسم. اعطاني امثله يبقى طبعا الصفه بتوصف اسم. اعطاني امثله amazing مدهش او مذهل، nervous متوتر او عصبي، tiring مرهق. وعاده الصفه بتصف اسم وتاتي قبله. تعالى كده نشوف هنا بيقول لي ايه، بيمرني على الكلام ده. write the correct category. هنكتب التصنيف الصحيح noun ولا verb ولا adjective for the underlined words in the following sense. للكلمات اللي تحت خط. يعني هنقرا ونشوف الكلمه اللي قدامي دي نوعها ايه واكتب النوع بتاعها. نمبر 1 we live in a house. احنا عايشين في house. الهاوس ده عباره عن ايه؟ المنزل ده. ايوه حد يقول لي
تمام noun اكتب له noun. نمبر 2 my brother runs fast. اخويا بيجري بسرعه. runs دي عباره عن ايه؟ برافو يا منى verb. تمام يبقى هكتب verb. نمبر 3 Hala's dress is beautiful. فستان هالة جميل. يبقى كلمة beautiful دي عبارة عن ايه؟ عبد الرحمن شاطر. adjective. نمبر 4 we have a community meeting. عندنا community meeting. يبقى community ايوه مجتمع noun برافو. نمبر 5 مستر الموجي is an amazing teacher. استاذ الموجي هو مدرس مذهل او مدهش. يبقى amazing adjective صفة برافو. the last one اخر واحدة نمبر 6 I joined the football team. انضميت لفريق كرة القدم. يبقى هنا joined verb فعل برافو. طيب كمل بعد كده. هنا هننزل بقى على حاجة اسمها ايه language notes. language notes اللي هي الملاحظات اللغوية. طبعا دي بتبقى زي فتافيت قواعد كده صغيره وبتبقى من ضمن اسئله الامتحان وبتيجي كتير في التشويسز. تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه عندي كلمه teach how to. هي teach لوحدها يعني يعلم. لما نقول teach how to يعلم كيف ان، يعني بالبلدي يعلم ازاي كذا. وهاخد بالي ان هو عندي هنا الهاو محطوطه ما بين قوسين، يعني ينفع اقولها teach to على طول وينفع اقولها teach how to. المهم لما بنلاقي تو يبقى بعد منها infinitive فعل في المصدر. تمام؟ فهنا بيقول لي we should teach people. يجب أن نعلم الناس how to use technology. كيف أن يستخدموا التكنولوجيا أو كيفية استخدام التكنولوجيا. يبقى تاني teach how to بعد to فعل في المصدر. نمبر 2 عندي كلمة using هي كلمة by using باستخدام. يعني لو قلتها using صح، لو قلتها by using صح. You can write stories using AI. تقدر تكتب أو تألف قصص using AI باستخدام ال AI، أو ممكن أقولها by using. كده صح وكده صح. تمام؟ فطبعا طالما دي صح ودي صح يبقى هو لما يجيب لي في الامتحان يا اما يجيب لي by using يا اما يجيب لي using. ما ينفعش يجيب لي في الاختيارات الاثنين. نمبر 3 would like to يود ان، وهاخد بالي ان would بنختصرها apostrophe دي، يعني ممكن اكتبها would وممكن اكتبها apostrophe دي. would like to يود ان وراها بعد to infinitive فعل في المصدر. I'd like to play in a tournament. I'd like to play in a tournament. أود أن ألعب في بطولة أو دوري مباريات. بعد كده هنا بيقول لي إيه؟ there be بعد منها اسم يجي لي وراه فعل فيه ing. هي إيه البي ده؟ يعني verb to be. verb to be يعني إيه؟ يعني am is سوري هنا ما تنفعش am مع زير، أنا آسف. is are لو مضارع، was where لو ماضي. يعني هقول there is او there are او there was او there were. كل دولت هيجي لي بعد منهم اسم. بعد الاسم بتاعها هحط فعل فيه ing. قال لي there were lots of boys. لو انا بصيت هنا اهو there were lots of boys. كان يوجد الكثير there were lots of boys. كان يوجد الكثير من boys الأولاد. ده الاسم. حطيت وراه ايه؟ playing بيلعبوا in two teams فريقين. بعد كده عندي كلمة try يعني يجرب، بس هي try أصلا لوحدها يحاول. لو حطيت وراها verb ing فعل في ing يبقى في الحالة دي try هيبقى معناها يجرب حاجة. Do you want to try playing with the team؟ هل تحب أن try playing تجرب اللعب with the team مع الفريق؟ عندي الفعل watch يشاهد. بعد المفعول بتاعه هحط فعل في المصدر، يبقى watch فلان وراها مصدر. يبقى في الحالة دي يشاهد المقصود بيها ان هو بيشاهد الحدث كامل، الحدث من البداية للنهاية. قال لي the coach watched me kick the ball. المدرب شاهدني اركل او اشوط الكرة، يعني وقف اتفرج عليها من ساعة ما حطيت الكرة وبدأت اجري عليها عشان اشوطها. يبقى شاف الحدث كاملا. نمبر 7 start بمعنى يبدأ. جميل. بعد start هيجي لي ايه؟ يا اما فعل ing يا اما to زائد مصدر. يعني اقول لك start to play او start playing. I started helping out at a project in my city. بدأت في المساعدة في إنجاز الأعمال في مدينتي. يبقى قلت started helping. ينفع أقولها started to help. يبقى helping صح و to help صح. يبقى معنى كده
ان في الاختيارات يا اما تجيلي فيرب اي ان جي يا اما يجيلي تو زائد مصدر. عندي كلمه ستوب، ستوب معنى يتوقف، لو حطيت وراها فيرب اي ان جي بقت يتوقف عن فعل شيء يعني يمتنع عنه نهائيا، يعني بالبلدي بطله. I advised my brother، انا نصحت اخويا to stop watching too much TV، ان يتوقف او يمتنع عن مشاهده التلفزيون اكتر من اللازم. نشوف كده في تمرين عليه صغير برضو. يقول choose the correct answer. بس كويس. choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. Number 1 my mom cooks food. ماما تطبخ طعام. fresh vegetables، خضروات طازجة. يبقى أنا عندي إيه؟ باستخدام، كلمة باستخدام عندي اللي هي using، تمام. نمبر C. 2 I'll try Chinese food. احنا لسه قايلين كلمة try هيجي لي وراها verb ing تبقى ايه؟ eating. Number 3 there are children not in the park. there are وراها اسم يبقى وراها verb ing playing، تمام. الله ينور. بعد كده عندي definitions يعني تعريفات يعني يعني كلمة بالانجليزي ومعناها بالانجليزي. طب هل انا هحفظ كل الكلام ده؟ لا، الصح ان انا ما احفظش، الصح ان انا عندي حصيلة كلمات. لو انا بصيت الكلمات دي مكتوبة بالعربي دهيت انا حفظتها في الجدول بتاع الكلمات في البداية بالعربي، فانا عارف معناها، عارف ان كنتش مدرب، imagine يتخيل، talented موهوب، tiring متعب او مرهق، tournament بطولة. فانا عايز اعرف معناها بالانجليزي او تعريفها باللغة الانجليزية، فانا بقرأ التعريف فهلاقي ان هو بلغة انجليزية بسيطة اقدر اترجمها، ومن خلال ترجمتها هقدر اعرف هي بتدل على ايه. تمام. تعالى كده نبص مع بعض. قال لي كلمة كوتش، انا بفرض ان انا مش عارف يعني ايه كوتش. تمام. قال لي someone who trains a person، شخص بيدرب شخص، or team او فريق in a sport في لعبة رياضية. الشخص اللي بيدرب بني ادم او بيدرب فريق في اللعبة الرياضية اسمه ايه؟ مدرب، يعني كوتش. وهاخد بالي ان في حاجة لذيذة في جيم هنا كلمة trains بفرض ان انا مش عارفها فهو عاملها لي بلون مختلف وكتب لي جنبها 1. لما اجي ابص على جنب نمبر 1 مكتوب ايه؟ يدرب اهي، فحطيت لي المعنى بتاعها لو انا تايه عن بالي. طب هنقرا كده. think about something and form an idea of it. think about something يعني بيفكر في شيء and form ويكون an idea of it، فكرة عنه. بفكر في حاجة واكون فكرة عنها يبقى ايه؟ imagine يتخيل. someone who has a natural ability، شخص لديه قدرة طبيعية او مقدرة طبيعية to do something well، لفعل شيء بطريقة جيدة. الشخص اللي بيقدر يعمل او عنده القدرة ان هو يعمل حاجات بطريقة كويسة جدا ده بنسميه talented، موهوب. something makes you tired، شيء بيجعلك مرهق so that you want to rest or sleep، لدرجة ان انت عايز ترتاح او تنام. حاجة بتتعبني خليني عايز ارتاح او عايز انام تبقى ايه؟ متعبة او مرهقة يعني tiring. a competition in which many players compete in many games، منافسة اللعيبة فيها بيتنافسوا في عدة ألعاب يبقى دي اسمها ايه؟ بطولة يعني tournament. بعد كده وصلنا للwords and synonyms، الكلمة وتعريفها. كلمة وتعريفها يعني كلمة ومعناها. ما يجي كلمة quiet هادي يبقى السينونيم بتاعها calm، هادي بنفس المعنى. vacation أجازة يبقى السينونيم بتاعها holiday، أجازة. في عندي suffix، طبعا احنا عارفين الكلام ده من سنة 6. السفكس اللي هي مجموعة الحروف اللي بنحطها في نهاية الكلمة علشان السبب الاساسي هي مش بتغير لي المعنى وبس، ان هي بتغير لي الايه؟ الوظيفه بتاعت الكلمه، يعني فعل بتحوله لاسم، بتحوله لصفه، اسم بيحولها لصفه، صفه بيحوله لاسم، وهكذا. طيب بفرض او هنقول انا هحفظها ازاي؟ مش هحفظ انها كلمه اميز هحط لها اي ان جي عشان احولها لاميزنج، لا انا حافظ اميز وحافظ اميزنج، فانا بنطق الاثنين مع بعض. فبلاحظ النطق اللي انا نطقته زياده في الاخر ده اللي هو الايه؟ السفكس بتاعتي. اميز بقى اسمها ايه؟ اميزنج. اميز اميزنج. طيب اميز دي فيرب حولتها لاميزنج ادجكتيف، صفه، يبقى زودت لها اي ان جي. اكسايت اكسايتد، اكسايت اكسايتد يبقى انا هنا زودت اي دي وانا برضه حولتها من فيرب الى ادجكتيف، من فعل الى صفه. ليد ليدر، ليد ليدر زودت اي ار وحولتها من فعل لاسم فاعل، يعني حولتها لاسم شخص. ليد يعني يقود، ليدر قائد او زعيم. بعد كده عندي عكس السفكس اللي هي البريفكس. البريفكس اللي هي ايه؟ الحروف اللي انا بحطها في بدايه الكلمه عشان تغير لي وظيفه الكلمه ومعناها. طبعا برضه انا مش بقول اي ام هزودها على كذا، انا عندي كلمه possible حولتها لايه؟ لامبوسيبل. possible impossible، ايه اللي انا نطقته؟ ان اللي هي الاي ام زودتها في البدايه اعطتني العكس بتاعها.
تمام. none unknown none unknown نفس الفكره، زودت ايه un وهو ده اعطاني العكس بتاع الكلمه. تعالى كده نحل التطبيق الصغير ده. to get at the noun from the verb lead، عشان احصل على noun اسم من الفعل lead we add the suffix هزود انهي نهايه، يبقى هنا حافظ lead الاسم بتاعها leader، يبقى في الحاله ديت انا هاخد الاي ار lead leader. number 2 to get the antonym of none، عشان اجيب عكس كلمه none we add the prefix بزود انهي بدايه none unknown، يبقى هقول ايه un. number 3 I go to Alexandria in the summer vacation، بروح اسكندريه في الاجازه الصيفيه. vacation means كلمه vacation معناها vacation يعني اجازه، يبقى اجازه يعني ايه holiday. very good. بعد كده وصلنا للريدنج بتاعنا reading and listening skills مهارات القراءه والكتابه. هنا بيقول لي what اول حاجه نمبر 1 بيقول لي vacation activities يعني انشطه الاجازه. طبعا دي الموضوعات دي مهم جدا ان احنا نقراها، لان هي دي المتوقف عليها كتابه الباراجرافز بتاعتنا. تمام، فلازم اكون قاريها كويس زي موضوعات القراءه في اللغه العربيه عشان يكون عندي افكار اقدر استخدمها في كتابه الباراجراف. لانه هيجي يقول لي اكتب لي عن السمر فاكيشن، انا مش عارف يعني ايه سمر فاكيشن ولا عارف ايه اللي بيتعمل فيها، فمش هقدر اكتب عنها، لكن انا لو قاري عنها فهقدر. تعالى كده نشوف مع بعض اول موضوع. بيقول لي what activities do you do during the summer vacation؟ ايه الانشطه اللي حضرتك بتعملها اثناء الاجازه الصيفيه؟ هنا بيقول لي read and listen to عمر's blog post، اقرا واستمع الى منشور مدونه عمر. ده منشور في مدونه يعني على موقع الكتروني، فده شكل الموقع اهم يعني الصفحه الرئيسيه. about يعني بيتكلم عن ايه او الصفحه دي عن ايه. داونلود لو انت هتحمل حاجه. تعالى كده نشوف. Hi I am عمر، مرحبا انا عمر. This summer was great، الصيف ده كان رائع. I played football every day، انا لعبت كوره كل يوم. At first في البدايه I played with some of my neighbors، لعبت مع بعض الجيران. In the street في الشارع. Our street is quiet and very safe، الشارع بتاعنا هادي وآمن جدا. We had a lot of fun، استمتعنا كثيرا. And we like to imagine حبينا ان احنا نتخيل that we were famous football players، ان احنا لعيبة كرة مشهورة. Then ثم a new boy joined in، اشترك معانا او انضم معانا ولد جديد. He told me about a football club in our area، واخبرني عن نادي رياضي في المنطقة بتاعتنا. One afternoon ذات يوم بعد الظهر I decided to go to the club، قررت ان انا اروح النادي. There were lots of boys، كان في كثير من الاولاد playing into teams، بيلعبوا في فرقتين. And I watched them for a while، وشاهدتهم لمدة قصيرة. Then the coach saw me، بعد كده او ثم المدرب شافني. And asked if I played football too، وسألني اذا كنت انا لعبت كرة قدم ايضا. Do you want to try playing with the team؟ هل تحب تجرب تلعب مع الفريق؟ he asked، هو سأل ده المدرب، فرد قال له ايه of course I did، بالطبع فعلت. The coach watched me kick the ball، المدرب شاهدني وانا اركل او اشوط الكرة. and said I was a talented football player، وقال ان انا لاعب كرة موهوب. he asked me to join the team، وطلب مني انضم للفريق. for the next 6 weeks، خلال ال6 اسابيع التالية I played with my neighbors in the morning، لعبت مع الجيران بتوعي في الصباح. and then with the team at the football club in the afternoon، وبعد كده مع الفريق بتاع الكرة في النادي بعد الظهر. it was very tiring، ده كان شيء مرهق جدا. but really fun، ولكن ممتع حقا. at the end of the summer، في نهاية الصيف we took part in a tournament، اشتركنا في بطولة. I was nervous about it، كنت متوتر بشأنها. but excited، ولكني كنت متحمس. I tried my best، حاولت أن أبذل أقصى جهدي. and scored 3 goals، وأحرزت 3 أهداف. 3 أهداف. our team won the tournament، الفريق بتاعنا فاز بالبطولة. it was an amazing end to the summer، دي كانت نهاية مدهشة للصيف بتاعنا. هو هنا بيقول ايه how to get the meaning of a word، كيف تخمن معنى كلمة بالبلدي كده. يعني بفرض ان انت مثلا في كلمة زي كلمة ايه tournament، انا مش عارف معناها، فهنا بالنسبة لي وانا بنقرا القطعة ما يشغلنيش حاجة زي كده. انا بنقرا القطعة على بعضها او بنقرا الجملة على بعضها، بنحاول من معنى الجملة او الجمل اللي قبلها استنتج المعنى بتاع الكلمة دي. فهنا بيقول ايه at the end of the summer، في نهاية الصيف we took part in a tournament اشتركنا في tournament، فانا مش عارف يعني ايه tournament.
I was nervous about it كنت متوتر بشأنها but excited I tried my best بذلت أقصى جهدي and scored 3 goals. Our team won the tournament والفريق بتاعنا فاز بالتورنمنت. يبقى كده التورنمنت استنتجت إن هي معناها بطولة. هو أعطيني مثال عليها أهوت. I tried my best and scored 3 goals. Our team won the tournament. الفريق بتاعنا فاز بالتورنمنت. The underlined word tournament means الكلمة اللي تحتها خط tournament معناها إيه؟ ريس ولا ماراثون ولا كومبيتيشن ولا فاكيشن. tournament احنا قلنا يعني إيه؟ بطولة. يبقى أنسب معنى البطولة هي منافسة أو مسابقة. competition. بعد كده الموضوع الثاني بيقول لي a helping hand يعني يد العون. تعالى كده نشوف. We will read and listen to forum posts. هنقرأ ونستمع لمنشور المنتدى about summer vacation activities عن السمر vacation activities اللي هي الأنشطة بتاعت الأجازة الصيفية. وبعد كده يقول لك tell us about your summer vacation and post your photos. احكي لنا عن الأجازة الصيفية بتاعتك وانشر الصور بتاعتك. هنشوف أول شخصية بتقول إيه. I noticed that there were too many empty cans and chocolate bar wrappers on the streets in our city. يعني I noticed أنا لاحظت that there were too many empty cans إن كان في عدد زيادة عن اللزوم من الempty cans العلب الفارغة and chocolate bar wrappers وأغلفة الشوكولاتة on the streets in our city في شوارع مدينتنا. last summer الصيف اللي فات I decided to do something about it. قررت إن أنا أفعل شيء بشأنها. I didn't want to wait. لم أريد أن أنتظر for the adults to clean up our streets. البالغين إن هم ينظفوا الشارع بتاعنا. ما كنتش عايز استنى الناس الكبار إن هم يبدأوا ينظفوا. عايز أعمل حاجة. I made some posters. عملت بعض الملصقات to ask young people عشان أطلب من الشباب to join my group ينضموا للمجموعة بتاعتي. 4 people came to our first meeting. 4 أفراد جم الاجتماع الأول بتاعنا. We picked up litter from one part of the city. جمعنا القمامة من جزء واحد من المدينة. Put it in bags وضعناه في أكياس and took it to the recycling center وأخذناه إلى مركز إعادة التدوير. The week after that الأسبوع اللي بعد كده 8 people came في 8 أفراد جم and then after that ثم بعد ذلك there were 12 of us أصبحنا 12 شخص. The group grew and grew over the vacation. المجموعة فضلت تكبر وتكبر خلال الأجازة أو عبر الأجازة and now it has 24 members ودلوقتي أصبح فيها 24 شخص. اللي بتحكي لنا الكلام ده إليسا from سالزبورغ استراليا. إليسا من مدينة سالزبورغ استراليا. الشخصية الثانية بيقول لي إيه؟ بيحكي طبعا برضه عن السمر فاكيشن. يبقى أنا كده بعرف الأكتيفيتيز بتاعت السمر فاكيشن بأشكال مختلفة. Last summer الصيف اللي فات I did something really fun. عملت حاجة شيقة حقا أو ممتعة حقا. I took part in a project. اشتركت في مشروع where young people write stories using AI. حيث ان الشباب بيكتبوا او بيألفوا قصص باستخدام ال AI اللي هو الذكاء الصناعي. Because computers write them لان الكمبيوتر هو اللي بيكتبها. We had to check. لازم نراجع. To make sure لكي نتأكد that there were no mistakes in them ان هم ما فيهمش اخطاء. لازم نراجعهم عشان اتأكد ان ما فيش اخطاء. Before I started قبل ما ابدأ I didn't know that AI can write really good stories. ما كنتش اعرف ان الذكاء الصناعي يقدر يكتب قصص كويسة. You imagine انت متخيل او بتتخيل that only people can write stories ان فقط الناس هم اللي يقدروا يكتبوا قصص. But AI can give a helping hand. لكن الذكاء الصناعي يستطيع ان يمد لك يد العون يعني يقدر يساعدك. I was surprised اندهشت. Most of the stories I read were fine. معظم القصص اللي انا قريتها كانت جيدة او كويسة او ممتعة. But sometimes ولكن احيانا I found something strange in them. كنت بلاقي فيهم حاجات غريبة أو حاجة غريبة. For example كمثال there was one story كان فيهم قصة واحدة where the sun never sets. الشمس لا تغرب فيها أبدا. طبعا ده شيء غير واقعي وغير طبيعي. Of course that's not possible. هذا بالطبع هذا شيء غير ممكن يعني مستحيل. So I changed that part of the story. عشان كده أنا غيرت الجزء ده من القصة. اللي بيتكلم ليون from Manchester UK. لين من مدينة مانشستر من المملكة المتحدة. الشخصية الأخيرة معانا النهاردة بيقول 2 months ago منذ شهرين I started helping out at a project. بدأت أو ساعدت في إنجاز الأعمال في مشروع in my city في مدينتي. In this project في المشروع ده young people like me الشباب اللي زيي help adults بيساعدوا البالغين
who can't read and write Arabic اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا عربي، يعني بيعلموهم العربي. شباب صغير بيعلم ناس كبيرة ازاي يقروا ويكتبوا عربي لان هم لغتهم لغة تانية غير العربي. My partner was Mrs. عزة. شريكتي كانت مدام عزة and she was very nice. كانت لطيفة جدا. First أولا we looked at the alphabet together. ألقينا نظرة على الألفابت اللي هي الحروف الأبجدية مع بعض. I said the sound of each letter and Mrs. عزة repeated it. أنا قلت صوت الحروف ومدام عزة كانت كررت ورايا، يعني كنت بقرأ الحروف أو بقرأ الحروف وهي بتقرأ ورايا. Sometimes أحيانا she nearly gave up. أحيانا كانت بتستسلم. But then لكن حينها I said things like كنت بقول حاجات زي you are doing really well. أنت شغالة تمام أو بتؤدي جيدا حقا. Don't stop now. اوعي تتوقفي دلوقتي. It was fun to be a teacher instead of a student. كان شيء ممتع إن أنا أكون مدرس بدل ما أنا طالب. Especially خاصة جزء مميز بالنسبة له when I asked her لما سألتها Did you do your homework this week؟ عملتي الواجب بتاع الأسبوع ده؟ Or what did you learn yesterday؟ اتعلمتي إيه امبارح؟ It was great to help Mrs. عزة learn something new. كان شيء رائع إن أنا أعلم مدام عزة أو Mrs. عزة شيء جديد. جميلة from Luxor Egypt. اللي بتتكلم دي جميلة من مدينة الأقصر من Egypt. طيب تعالى كده نحل شوية تمرينات مع بعض. عندنا شوية choices. Number 1 the view from the top of the mountain was إيه؟ المنظر من قمة الجبل كان إيه؟ I loved it. حبيته. طالما حاجة حبيتها هتبقى إيه؟ amazing. برافو. notation. مش هقول طبعا horrible ولا أي حاجة تانية ولا ugly. Number 2 can you help with setting the table for dinner؟ قلنا يساعد على إنجاز الأعمال اسمها إيه؟ help. أيوه برافو. out. يبقى كده ده مهم جدا أكون حافظ حروف الجر. فكلمة help لوحدها يساعد في إنجاز العمل اسمها help out. فلو أنا مش حافظها بحرف الجر بتاعها مش هعرف أعملها. Number 3 I always wear gloves. دايما ارتديت قفازات when I not litter from the street. لما كنت أو بعمل إيه للقمامة من الشارع. القمامة هنقول لها إيه؟ collect. يجمع. Number 4 كريم not many prizes for his great work. كريم عمل إيه؟ العديد من الجوائز لعمله أو أعماله العظيمة. أو grew ولا felt ولا designed ولا won. أكيد won. فاز تمام بالعديد من الجوائز. Number 5 قاضي not at the local recycling center. قاضي عمل إيه في مركز إعادة التدوير المحلي during the summer أثناء الأجازة. repeated ولا changed ولا checked ولا volunteered. يبقى أكيد volunteered. تطوع في مركز إعادة تدوير محلي. Number 6 رؤى not her room. رؤى عملت إيه لغرفتها before her friends came over. قبل ما أصحابها يوصلوا. waited for ولا picked up ولا cleaned up ولا helped out. أكيد cleaned up عشان تبقى نظفت الغرفة قبل ما أصحابها يوصلوا. يبقى زي ما احنا شايفين كده العملية معتمدة على الكلمات وعلى المعاني. إن أنا أترجم عشان أعرف أحل. ما عرفتش أترجم مش هعرف أحل غلط. يبقى مهم جدا تحفظ الكلمات أول بأول. Number 7 my brother became a not. أخويا أصبح إيه of our school football team. في فريق كرة القدم بتاعتنا بتاع المدرسة. he's a good player. هو لاعب كويس. يبقى نقول member ولا number ولا vacation ولا neighbor. أكيد member أصبح عضو فريق كرة القدم. Number 8 during إيه أثناء إيه we traveled to Luxor and أسوان. أثناء إيه سافرنا الأقصر وأسوان. vacation community activity software. أكيد أثناء الفاكيشن during vacation أثناء الأجازة. Number 9 مازن waited إيه a while before leaving the house. ينتظر اسمها إيه wait. إيه احنا حافظينها لازم أكون حافظ الجر حرف الجر بتاعها يبقى wait for. Number 10 أميرة thinks it's a to finish the project on Friday. أميرة بتعتقد إنه إيه إن هي تخلص المشروع في الأجازة. possible ولا empty ولا nervous ولا famous. يبقى it's possible إنه من الممكن إنهاء المشروع. Number 11 if you are إيه لو أنت إيه you can drive a car. تقدر تسوق عربية. travel تسافر and explore new places alone. وتستكشف أماكن جديدة كل ده لوحدك. يبقى إيه أكيد شخص بالغ adult مش هيبقى kid ولا baby ولا child. Number 12 did Celia not where she was going. هل سيليا إيه طبعا لما بلاقي did يبقى أنا عايز verb infinitive فعل في المصدر كلهم مصدر. يبقى هنا المعنى هل سيليا إيه where she was going هي كانت رايحة فين. plant ولا join ولا mention ولا repeat. أكيد mention. هل سيليا ذكرت هي رايحة فين. 13 أو number 13 to get the opposite of possible. لكي نحصل على عكس كلمة possible we add the prefix. بزود أنهي بداية
possible يبقى عكسها ايوه زي ما احنا حافظين. possible impossible انطق الاثنين مع بعض. possible impossible يبقى الزياده بتاعتي I am impossible. بقيه الاسئله. number 1 my brother likes to not part in games with other teams. part in اسمها ايه؟ يشارك فيه، يعني ايه؟ ايوه حافظها take part in. number 2 the children picked up the chocolate bar. ايوه bar rubbers اغلفه الشوكولاته on the streets in their city. number 3 our team will play in the next ايه؟ الفريق بتاعنا هيلعب في ايه القادم؟ next tournament في البطوله القادمه. عمليه ترجمه. 4 my sister joined a group to not adults to read and write Arabic. اختي انضمت لمجموعه بتعمل ايه للبالغين؟ ان read and write Arabic يقروا ويكتبوا لغه عربيه. يبقى ايه؟ teach تعلم مش تتعلم طبعا. يبقى طالما انت بتدرس يبقى اسمها to teach adults عشان يعلم الكبار. number 5 عمر and طارق write stories using computer. عمر وطارق بيكتبوا قصص باستخدام ايه بتاع الكمبيوتر؟ تيم ولا سكرين ولا سوفت وير ولا توي؟ يبقى اكيد سوفت وير برامج الكمبيوتر. number 6 our not are very friendly. هم ايه بتوعنا؟ ودودين جدا. rubbers ولا neighbors ولا activities ولا mistakes؟ اكيد neighbors الجيران بتوعنا. number 7 working day and night العمل نهارا وليلا is really حقا ايه؟ اكيد متعب يبقى tiring او مرهق. number 8 the coach watched me kick the ball and said I was ايه؟ المدرب شاهدني اركل الكرة او اشوط الكرة and said وقال I was ايه؟ ان انا ايه؟ he was happy كان سعيد جدا. اكيد talented موهوب ان انا موهوب. رقم 9 did you note the changes in my room؟ هل ايه التغييرات في حجرتي؟ see ولا collect ولا solve ولا notice؟ يبقى اكيد هل لاحظت يبقى هو ايه؟ notice. number 10 we should always learn from our يجب دائما ان نتعلم من ايه بتاعنا؟ بنتعلم من ايه؟ من التورنمنتس ولا الميستيكس ولا الفاكيشنز ولا الرابرز؟ اكيد بنتعلم من اخطائنا فاقول له mistakes. number 11 Mrs. Azza always teaches us the sound of letters and we not after her. Mrs. عزة مدام عزة دايما بتعلمنا اصوات الحروف واحنا بنعمل ايه بعدها؟ يبقى اكيد بنكرر يعني repeat. 12 it's safe to play in front of your house. هو امن ان انت تلعب قدام بيتك. يبقى it isn't او it's not ايه؟ هو ليس ايه؟ اكيد ليس خطير. كده عايز العكس يبقى لي safe امن ان انا العب قدام البيت مش يبقى مش خطير. بعد كده وصلنا للجرامر بتاعنا. النهارده بنتكلم عن الباست سيمبل الماضي البسيط. فهو بيقول لي الماضي البسيط بستخدمه للتعبير عن احداث بدات وانتهت في الماضي. يعني الماضي بتاعي بعبر بيه عن حاجه بدات في الماضي وانتهت في الماضي. واحنا عارفين من قبل كده ان انا عشان احول الشيء الطبيعي عشان احول الفعل من المضارع الماضي بعمل ايه؟ ايوه بزود له اي دي. يعني زي مثلا كلمه ناخد مثال مثلا help اولها الماضي هتبقى helped. تمام؟ هي للتذكرة مش محتاجة. يعني play played visit visited. تمام. وبرضه نتذكر لما باجي ازود الاي دي ايوه قال لي الفعل اللي بيكون اخره ايه بزود له دي فقط زي كلمة ايه؟ like اخرها ايه يبقى اقول liked ازود لها دي. تمام؟ loved ازود لها دي. قلنا ان الافعال اللي بتنتهي بحرف ساكن قبلها حرف متحرك بحول الحرف بكرر الحرف الاخير مع الاي دي. زي كلمه مثلا ستوب هتبقى ايه؟ ستوب دبل بي. طبعا الكلام ده كلنا احنا ايه عارفينه. احنا نكمل بقى ونشوف مع بعض في ايه. انا غير المعتاد احنا عندي بعض الافعال الشاذه. الافعال الشاذه دي شكلها بيتغير ودي اللي احنا قلنا بنحفظها زي كلمه ايه؟ go went buy bought put cut. تمام؟ يبقى تاني عشان احول الفعل من المضارع للماضي رقم 1 بزود له اي دي باشكالها اللي هي الاي دي والدي والاي اي دي. تمام؟ 2 الافعال الشاذه دي بتظل كما هي في الماضي او يتغير شكلها فدي لازم نكون حافظينها صم. طيب هنا بيقول لي في حاله الاثبات شكل الجمله هيبقى ازاي؟ قال لي اول حاجه subject الفاعل بعد الفاعل الباست سمبل اللي هو التصريف الثاني للفعل. اعطاني مثال I helped out at my family's workshop yesterday. انا ساعدت على انجاز الاعمال I helped out ساعدت على انجاز الاعمال at my family's workshop yesterday في ورشه عائلتي. لو خدت بالي هنا helped ده فعل ايه؟
regular منتظم يعني بزود له اي دي باشكالها. اعطاني واحد تاني last Monday مازن wrote stories using AI. last Monday يوم الاثنين اللي فات مازن wrote stories كتب او الف قصص باستخدام الاي اي. هنا wrote ده الماضي بتاع write ده irregular verbs فعل غير منتظم. يبقى احنا كده عرفنا شكل الفعل في حالة الافيرماتيف الاثبات. طب في حالة النفي قال لي بكل بساطة في حالة النفي حاجة قبل الفعل هحط له didn't واحول الفعل للمصدر. يبقى فاعل didn't فعل في المصدر. تعالى كده نشوف she didn't travel to مرسى مطروح last night. هي لم تسافر الى مرسى مطروح الليلة الماضية. يبقى اخد بالي ان كلمة didn't دايما بعد منها infinitive فعل في المصدر. My father didn't feel happy. بابا لم يشعر بالسعادة at the party yesterday في الحفلة امس. طيب تعالى كده نشوف معطيني تمرين او تطبيق عليها. هو المفروض ان هو حلها بس احنا نحلها عشان نفهمها برضه. قال لي last year السنة اللي فاتت I visit my cousins in London. انا بزور ولاد عمي في لندن. فهنا بيقول لي complete with the correct form كمل بالشكل المناسب. فهنا visit انا هحطها في انهي شكل؟ لقيت كلمة ايه؟ last. last بتدل على past simple الماضي. يبقى كلمة visit دي عايز احولها في الماضي يبقى اسمها ايه؟ visited. تمام. number 2 we not use the computer yesterday. لقيت كلمة yesterday بتدل على الماضي فيبقى هنا عايز الفعل في الماضي بس خدت بالي ان هو كاتب لي not قبل الفعل يبقى عايز الفعل في الماضي المنفي. الماضي البسيط بننفيه ازاي؟ برافو يا احمد didn't زائد المصدر يبقى هو didn't use. بعد كده وصلنا لتكوين السؤال. طيب احنا عندنا الاسئله بتاعتنا في نوعين من الاسئله yes or no questions يعني سؤال بمعنى هل اللي هو اجابته yes او no. طب ده عباره عن ايه؟ شكله ايه؟ احنا قلنا السؤال اللي هو اجابته yes او no بيبدا بالفعل المساعد بعد منه الفاعل بعد كده الفعل الاساسي. فانا لو جيت بصيت هنا اهو هلاقي ان انا عندي السؤال في الماضي اللي اجابته yes او no اول حاجه هيبدا بيها did بعد منها subject اللي هو الفاعل بعد كده الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اضافات. اعطاني امثله اهوت عليها. did you see the last match؟ هل رأيت آخر مباراة؟ أو did you see the last match؟ فالإجابة بتاعتي يا إما أقول له yes I did يا إما أقول له no I didn't. هاخد بالي أنا بدأت هنا إيه بديد في الشورت أنسر الإجابة المختصرة مع اليس قلت did مع النو قلت didn't. يبقى دايما الأسئلة اللي إجابتها yes أو no الفعل اللي أنا بدأت فيه لازم ينزل معايا في الإجابة مع اليس والنو. تاني نوع من الأسئلة اللي هي WH questions أسئلة بأدوات استفهام. أسئلة بأدوات استفهام يعني إيه؟ يعني بتبدأ بأداة استفهام. فأول قال لي أول حاجة في السؤال اللي هي أداة الاستفهام. طب بعد أداة الاستفهام إحنا متعودين في فعل مساعد يبقى في الماضي بحط did. تمام. بعد كده الفاعل بعد كده الفعل في المصدر. يبقى أنا كده فهمت إن وجود did يبقى الفعل في المصدر. didn't يبقى الفعل في المصدر. طيب نشوف. Where did علي go yesterday؟ أين ذهب علي أمس؟ He went to the zoo yesterday. تعالى كده نشوف مع بعض. Where did علي go؟ أهو أدي did وهنا الفعل في المصدر جو. Where did علي go yesterday؟ أين ذهب علي أمس؟ لما أجي أجاوب على سؤال في الماضي عشان في كلمة did لما باجي أجاوب بشيل الديد وأحول الفعل بتاعي للماضي في الإجابة. فهنا قلت إيه؟ بدل ما أقول he go الديد عرفتني إن هو ماضي فقلت he went to the zoo yesterday هو ذهب إلى حديقة الحيوان أمس. طيب بعد كده قال لي في some keywords يعني بعض الكلمات الدالة كلمات بتدل على الزمن. يعني بعض الكلمات لما بشوفها في الجملة يبقى الفعل بتاعي لازم يكون past simple ماضي بسيط. كلمة yesterday أمس. كلمة last وهاخد بالي إن last دايما بنقولها إيه؟ last يجي وراها حاجة ينفع أقول إيه؟ last week last year last month last summer last winter وهكذا. يعني last وراها اسم الفترة الزمنية ما ينفعش اقول last بس. تمام. طيب كلمة ago ايوه معنى منذ عكس كلمة last بيجي لي وراها اسم فترة زمنية يعني last week last year last month. لكن ago بيجي لي قبلها period of time مدة محددة يعني عدد 2 weeks ago 3 weeks ago 10 months ago أو مثلا 2 weeks ago. طب عايز اقول اسبوع واحد او شهر واحد a month ago يبقى لازم تكون مدة محددة يعني عدد. a month ago يعني شهر منذ شهر. 2 weeks ago يعني منذ اسبوعين. يبقى تاني yesterday last
ago. In the past ما هي باينه in the past في الماضي. طيب in وراها سنه في الماضي. in وراها سنه في الماضي. يعني ايه in وراها سنه في الماضي؟ زي ما اعطاني مثال اهو in 2010 سنه 2010. هي 2010 دي عدت ولا لسه هتيجي؟ عدت، فهنسميها سنه سابقه عشان كده تبقى ماضي. طيب تعالى كده نشوف الامثله اللي عندي. I watched a nice film yesterday. لقيت كلمة yesterday في الآخر فقلت إيه watched. We went to Alex last month. ذهبنا إلى اسكندرية last month. لقيت كلمة last عشان كده خدت الفعل في الماضي. 2 weeks ago منذ أسبوعين I volunteered in a children's hospital. تطوعت في مستشفى أطفال. ago فاستخدمت الفعل في الباست ماضي. My father bought this car in 2010. بابا اشترى العربية دي in 2010 سنة 2010. 2010 يبقى في الماضي عشان كده استخدمت bought. هاخد بالي yesterday last ago in the past in وراها سنة سابقة. كل دول مكانهم فين في الجملة؟ ممكن يجوا لي في آخر الجملة وممكن يجوا لي في بداية الجملة، لأن ده إيه؟ ظرف زمان. يعني أنا قلت إيه؟ I watched a nice film yesterday. ينفع أقولها إيه؟ yesterday I watched a nice film. مش هتفرق معانا في الكل. نفس الحكاية هنا أعطيني برضو تمرين صغنن هو حل، بس إحنا نحل مع بعض عشان نفهم هو عمل إيه. When did you bought this dress لمياء؟ هنا عايزني correct أصحح الفعل ده اهو. bought ماضي، فأنا جيت بصيت هنا لقيت كلمة did. إحنا متعودين طالما did في السؤال يبقى الفعل لازم يكون مصدر، فحول bought للمصدر تبقى إيه؟ by. بعد كده نمبر 2 next year السنة اللي جاية. I visited Paris and Rome. زرت باريس وروما. visited طبعا next بتدل على المستقبل فما ينفعش مع الماضي، يبقى في الحالة دي بستخدم بدل next كلمة last. تمام last year. طيب احنا كده اتكلمنا عن past simple بالنسبة للأفعال العادية أو الأفعال الرئيسية، فهاخد بالي أو جميع الأفعال، فأنا هاخد بالي إنها بالنسبة لي verb to be مختلف في الطريقة بتاعت استخدام الماضي. بمعنى verb to be في الماضي أقول إيه was أو were، ما بزودش ed. تمام. في حالة النفي بحط بعد الوز أو الوير نوت تبقى wasn't اللي هي اختصار was not، weren't اللي هي اختصار were not. وهاخد بالي إن was بتيجي مع I he she it والاسم المفرد. I was busy I was worried I was a worker I was noisy you were early we were at school they were quiet. تمام. يبقى الوير بتيجي مع اليو والوي والزي والاسم الجمع. عايز انفيها يبقى he wasn't worried هو لم يكن قلقا they weren't at school وهكذا. تمام. طيب بالنسبه لتكوين السؤال مع verb to be العمليه بسيطه، ما بجيبش بقى did ولا حاجه. verb to be بعمل له كروس مقص مع الفاعل. فلو انا عندي yes او no question او اعطاني جمله they were worried هم كانوا قلقانين، عايز اكون عليها سؤال اجابته yes او no. كل اللي انا هعمله هاجي على الزي اللي هي الفاعل ووير اللي هو الفاعل اعمل لهم كروس مقص يبقى where they were. هل هم كانوا قلقانين؟ يبقى في الحالة دي هقول له yes they were أو no they weren't. نفس الفكرة he was at the cinema هو كان في السينما، عايز أكون عليها سؤال إجابته yes أو no. was he at the cinema هل هو كان في السينما؟ يبقى yes he was أو no he wasn't. هاخد بالي بس إن أنا عندي عشان تبقى واضحة I was لو أنا الجملة بتاعتي فيها I was، لما أجي أكون سؤال بحولها إلى where you. دي الحاجة الوحيدة المختلفة. ليه؟ لأن الآي في الجملة في السؤال هحولها إلى يو، فطبيعي إن اليو ما بتاخدش was عشان كده بحول where ليها. يبقى I was في الجملة في السؤال أحولها إلى إيه؟ where you. تعالى كده نشوف المثال اللي هو عطاهولي. were you at school yesterday؟ هل أنت كنت في المدرسة امبارح؟ yes I was. طيب أعطيني برضو مثالين كده بسرعة. عادل be at the club yesterday. عادل في النادي أمس. be يعني verb to be. تمام. قال yesterday verb to be في الماضي هيبقى اسمه ايه؟ was او were. عادل هتاخد was. طيب. بعد كده نمبر 2 the streets didn't busy yesterday it was Friday. الشوارع didn't busy yesterday. يعني عشان استخدم didn't لازم يكون بعد منها infinitive فعل في المصدر. هاخد بالي ان verb to be بيجي لي وراه يا اما اسم يا اما صفه يا اما جر ومجرور، ما بيجيش وراه مصدر. فانا لو جيت بصيت هنا busy دي عباره عن ايه؟ صفه. يبقى هنا عايز verb to be، عايز verb to be بنفس الشكل في الماضي منفي. verb to be في الماضي منفي wasn't او weren't. streets جمع يبقى هاخد weren't. تمام.
نشوف شويه التمارين دي مع بعض كده بسرعه. لمياء نمبر 1. لمياء نقط سكول يسترداي، من غير ما افكر لقيت كلمه يسترداي يبقى انا عايز باست سمبل الماضي. فين الماضي اللي عندي؟ ما عنديش غير كلمه walked. نمبر 2. اماني study for her exams last night. last يبقى انا عايز ماضي. جميل. فين الماضي اللي عندي؟ عندي didn't وعندي wasn't. حاجه هبص بعد النقط لقيت study فعل في المصدر، مين اللي هيجي لي فيها فعل في المصدر بعده؟ didn't ولا wasn't؟ يبقى didn't. احنا متفقين ان didn't وراها فعل في المصدر. تمام. متفقين ان فيرب تو بي اللي هو الوز او الوير بعد منها يا اما اسم يا اما صفه يا اما جر ومجرور. بعد كده نمبر 3. امير visited his friends and not football with them. امير زار اصحابه وعمل ايه كرة القدم معاهم. سوري مش عايز اتمسح ايدي. طيب فين هنا الكلمة الدالة على الزمن؟ امير visited his friends and football with them. مفيش كلمة من الكلمات الدالة على الباست سيمبل، بس الدليل بتاعي ان الجملة فيها فعل تاني، يعني هنا visited وفي فعل تاني، يبقى عندي فعلين في الجملة. فهبص الفعل اللي موجود قال لي visited ماضي، يبقى انا عايز الفعل التاني ماضي زيه، يبقى هاخد كلمة ايه؟ played. نمبر 4. the children not with their grandparents last weekend. الاطفال ايه مع اجدادهم last weekend. من غير ما افكر last ماضي، يبقى انا عايز يا اما where يا اما did. حاجه ابص بعد النقط لقيت جر ومجرور، الجر ومجرور يبقى انا عايز مين؟ verb to be، يبقى هاخد where. 8. did طه not dinner for his family yesterday. هل طه ايه العشاء لعيلته امس؟ طالما عندي did يبقى انا عايز فعل في المصدر من غير ما افكر ولا افهم. القواعد ما فيهاش ترجمه، نادر لما احتاج اترجم عشان القاعده. انا لقيت حاجه بحط حاجه did يبقى انا عايز مصدر. فين المصدر؟ cook، يبقى did طه cook dinner for his family yesterday. هل طه طبخ العشاء لعائلته امس؟ نمبر 6. سيليا not at the last party she was busy. سيليا ايه في الحفله الاخيره؟ هي كانت مشغوله. جميل. was ما عنديش حاجه تدل، عندي كلمه last تدل على الماضي، was اهي ماضي، يبقى انا عايز ماضي. الماضي اللي عندي didn't او wasn't. قبل ما اختار اجري ابص على النقط، بعد النقط عندي جر ومجرور، الجر والمجرور عايز فيرب تو بي يبقى هاخد wasn't. يبقى تاني فيرب تو بي بعد منه اسم، بعد منه صفه، بعد منه جر ومجرور. didn't بعد منها ماضي بسيط، سوري didn't بعد منها فعل في المصدر. رقم 7. I met my friends in front of the cinema yesterday. مش محتاج افهم، لقيت yesterday يبقى انا عايز الفعل في الماضي. عندي هنا ايه؟ meet met meeting meets، يبقى الماضي بتاعي met لازم اكون حافظ الافعال الشاذة. نمبر 8. my sons not the piano at the party they were fantastic. ولادي ايه البيانو في الحفلة؟ هم كانوا رائعين. ما عنديش دليل على الزمن لكن في فعل تاني اللي هو where في الماضي، يبقى انا عايز الفعل الاولاني في الماضي زيه، يبقى هاخد كلمة played the piano عزفوا البيانو. نمبر 9. where سارة yesterday ماضي. فين الماضي اللي عندي؟ عندي did وعندي was. جميل. هبص بعد النقط لقيت سارة دي عبارة عن ايه؟ اسم. تمام. ما هي ممكن تكون فاعل. هبص بعد سارة هل في فعل في المصدر هنا؟ مفيش، يبقى did ما تنفعنيش في الحالة ديت، هاخد was. رقم 10. هانا not a lot of stories using AI. هانا ايه الكثير من القصص باستخدام الاي اي. they were great هم كانوا رائعين. نفس الفكره، ما عنديش كلمه من الكلمات الداله على الزمن لكن لقيت فعل موجود where ماضي، وانا عايز شبهه ماضي. الماضي اللي عندي write is writing wrote writing، الماضي wrote على حسب ما انا ايه حافظ. بعد كده بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words in brackets. عايزني اصحح اكمل جمل بالشكل المناسب للكلمات التي بين القوسين، يعني احطها في القاعده المناسبه. نمبر 1. our neighbors جيراننا buy new furniture بيشتروا new furniture موبيليا جديده for the house a week ago للمنزل a week ago. من غير ما افكر لقيت كلمه ago في الاخر، يبقى هنا past simple ماضي. buy الماضي بتاعها ده فعل من الافعال الشاذه، يبقى هكتب bought. بعد كده نمبر 2. سلمى visited her grandmother next weekend. visited ماضي فما ينفعش اقول next، يبقى اسمها ايه؟ ايوه برافو يا دينا last. بعد كده نمبر 3. last year السنه اللي فاتت من غير ما اكمل last خلاص ماضي. طب هو انا عندي ايه؟ not travel to، بس برضو انا ما بحبش كده، احنا بنحب لازم نقرا الجمله للاخر. انا لقيت last هجري اعمل ده ماضي، بس انا بقول الافضل والصح ان انا اقرا الجمله للاخر وبعد كده افكر في الحل.
يبقى I not traveled to Alexandria. أنا not traveled to Alexandria. I went to Hurghada. رحت الغردقة. جميل. فهمت من جملة ماضي. هنا الفعل ما بين قوسين اكتبي not traveled to. احنا قلنا لما بشوف النوت يبقى معنى كده ان هو عايز الفعل منفي. الجملة ماضي منفي. الماضي المنفي didn't زائد infinitive مصدر يبقى didn't travel to. بعد كده نمبر 4 where they swim in the lake last weekend. ده سؤال في كلمة last يبقى ده ماضي. جميل. طب الوير غلط ليه؟ تعالى كده نبص بعد الوير في زي. بقى زي ده ضمير فاعل. بعد الفاعل بتاعي في swim فعل في المصدر. الوير والوز ما تجيش مع الافعال في المصدر يبقى هاخد did. بعد كده نمبر 5 the boys not clean their room this morning. it was dirty ماضي. يبقى انا عايز ماضي منفي عشان كاتب لي not يبقى didn't clean. بعد كده نمبر 6 Columbus be in America in 1492. Columbus be in America في أمريكا عام 1492. هنا ده be يعني verb to be. تمام. وهنا in 1492 ده ماضي يبقى انا عايز verb to be في الماضي يبقى was أو were. Columbus تاخد was عشان ده مفرد. بعد كده عندي شوية choices هنا. نمبر 1 we not a lot of fun last weekend. has having have had. اللي هتاخد have. لا خلي بالك عندي هنا ايه؟ ايوه برافو عندي last يبقى انا عايز الماضي فهنا خلاص وانا مغمض هاخد had. نمبر 2 how many goals كان عدد الاهداف. عمر scored in the last tournament. last ماضي يبقى هاخد did. نمبر 3 this summer was great. الصيف ده كان رائع. I not at a community garden. انا ايه في حديقة المجتمع. فانا خدت بالي الجملة اللي موجودة this summer was ماضي يبقى انا عايز ماضي زيها يبقى volunteered تطوعت. نمبر 4 last week الاسبوع اللي فات I not something really interesting. انا ايه شيء حقا شيق. I read 3 books. قريت 3 كتب. من غير ما افهم الترجمة انا حاولت اترجم مش هتفرق معايا. انا لقيت مين last week يبقى انا عايز ماضي يبقى انا مغمض هاخد did. نمبر 5 what did you not from yesterday's lesson. برضه لقيت did يبقى انا عايز بعد الفاعل. ايوه برافو يا دينا فعل في المصدر يبقى هاخد ايه learn. نمبر 6 not your father at work last week. لقيت last. جميل يبقى انا عايز ماضي. سؤال في الماضي هيبدأ بالفعل المساعد يبقى انا عايز did او عايز was. حاجة بص بعد النقط لقيت كلمة your father. your father اسم ما ممكن هنا عشان ده سؤال يكون فاعل فهبص بعده لقيت جر ومجرور. جر ومجرور وانا مغمض تبقى was او were. طبعا ما عنديش غير was your father. My grandpa me how to play the guitar. جده ايه كيفية او كيف اعزف الجيتار. It was 3 years ago. كان من 3 سنوات. جميل 3 years ago تدل على الماضي يبقى انا عايز الفعل في الماضي يبقى الفعل في الماضي هنا كلها teach teaches teaching taught. ده فعل من الافعال الشاذة لازم اكون حافظه فالماضي بتاعها taught. نمبر 8 حاتم noticed problems. حاتم لاحظ مشاكل and not changes to solve them. احدث تغيرات. ما هي الفعل موجود عندي هو واحد make بس انا خدت بالي من noticed يبقى انا عايز past يبقى اقول ايه made changes. نمبر 9 most of the stories احمد read fine. معظم القصص اللي احمد fine. جميل most of the stories احمد read. طيب الجمله دي مضارع ولا ماضي؟ واحد قال لي مضارع مستر وواحد قال لي ماضي. ليه؟ اصل read ما بتتغيرش هي بتغير النطق بتاعها. read read السبيلنج واحد. طب ما انا عايز اعرف دي ماضي ولا مضارع. ما عنديش كلمه تدل على الزمن فانا حاجه بص قبل الفعل read لقيت كلمه ايه احمد يبقى الجمله دي ماضي. لا يا مستر ماضي ما تنفع تبقى مضارع. لا ما تنفعش. ليه؟ لان احمد مفرد تمام وفي البريزنت سيمبل فعل المفرد بزود له اس فهدي لو مضارع كان يبقى اسمها احمد ريدز. ما فيش اس يبقى هنا ده ماضي يبقى احمد read not fine. read fine ايوه يبقى most of the stories احمد read. معظم القصص التي قرأها احمد was ولا were fine. انا هنا بتكلم عن قصص يبقى هاخد was سوري هاخد were مش هاخد was. بعد كده complete with the correct form. 1 I be surprised by the story he wrote last summer. last في الماضي بين قوسين be
verb to be في الماضي was aware الاي هتاخد was. Number 2. Why did the coach asked عمر to join the team؟ سؤال، لقيت بعد أداة الاستفهام دي يبقى وانا مغمض عايز فعل في المصدر، بدل asked هتبقى ask. Number 3. No I had fun at all I was ill. حلو، فكر كده بالراحة. No يبقى انا عايز جملة منفية، يبقى didn't ايوه واحول فعل في المصدر تبقى didn't have. I didn't have fun at all لم أتسلى نهائيا على الإطلاق. I was ill أنا كنت مريض. علي and Jana not at school last week. علي وجنى المدرسة الأسبوع اللي فات. last بتدل على الماضي. هو هنا كتب لي ما بين قوسين not وسابني معلق. عايز استخدم فاعل، هجيب فعل من دماغي. جميل، هجيب مين؟ هجيب فعل عادي ولا هجيب verb to be ولا ايه؟ بص بعد كلمة not لقيت at school. ايوه برافو عبد الرحمن. at school ده جر ومجرور. مين اللي بيجي لي بعد منه جر ومجرور؟ was aware. يبقى انا عايز انفيها هتبقى wasn't aware. علي and جنى تبقى ايه؟ wasn't ولا weren't؟ برافو منار هتبقى weren't. سوري، لان علي and جنى جمع. weren't at school last week ما كانوش في المدرسه الاسبوع اللي فات. نهال decide to clean up her room yesterday. yesterday ماضي خلاص اتحلت، يبقى decide انا عايزها ماضي، هزود لها دي تبقى decided. Number 6. هدير said positive things to عادل. هدير قالت اشياء ايجابيه لعادل. so he not stop trying. جميل، عندي said ماضي يبقى انا عايز اكملها ماضي منفي تبقى didn't stop لم يتوقف عن المحاوله. طيب هنا جايب لي speaking محادثه، ده او الحوار الحديث، يعني مواقف بتحصل معانا بتبقى عاديه، يعني حاجات ممكن تصادفني اثناء الدايلوج او اثناء المحادثه. فهنا بيقول لي ask and answer about summer vacation activities. السؤال والاجابه عن انشطه الاجازه الصيفيه. الموقف بتاعي ممكن اقول لي which activities do you do on summer vacation؟ ايه الانشطه اللي انت بتعملها في الاجازه الصيفيه؟ فهنا ممكن اقول I help out my family's workshop. بساعد على انجاز العمل في ورشه عائلتي. طيب ممكن اقول which activities would you like to do؟ ايه الانشطه التي تود القيام بها؟ I'd like to play in tournaments. احب ان انا العب في بطولات او مسابقات رياضيه. What did you do last summer؟ ماذا فعلت الصيف الماضي؟ I took part in a project. انا شاركت في مشروع where young people wrote stories using AI. حيث ان الشباب كتبوا قصص باستخدام الذكاء الصناعي. دي اسئله عاديه بس عشان هو بيوريني شكل او الجمل اللي انا ممكن استخدمها او الاسئله اللي ممكن استخدمها لما اتكلم عن الاجازه الصيفيه. تمام؟ اللي يهمني بعد كده ان انا عندي حاجه اسمها دايلوج. دايلوج يعني محادثه، بيقول لي complete the following dialogue، اكمل المحادثه التاليه. دي بتجيلي في الامتحان بيكون فيها 5 فراغات، حوار ما بين اتنين. تمام؟ الاتنين بيتكلموا مع بعض فبيبقى في 5 فراغات. الخمس فراغات دي ب5 جمل، منهم 3 جمل و2 اسئله. بالنسبه للجمل وبالنسبه للاسئله على حسب، ممكن تكون complete answer، ممكن تكون ايه short answer يعني اجابه كامله او اجابه مختصره على حسب اللي هيصادفني، يعني حسب المعنى. يعني انا ممكن الاقي المعنى عندي هيدل على جمله كامله بس فلازم اكتبها جمله كامله. لقيت في جمله كامله تنفع واجابه مختصره تنفع فبفضل الاجابه المختصره. تعال نشوف. اول حاجه بنعملها ان انا لازم اقرا عنوان المحادثه. عمر is asking عمرو about his summer vacation. عمر بيسال عمرو عن اجازته الصيفيه. فعمر بيقول ايه؟ هاي عمرو، مرحبا يا عمرو. How was your summer vacation؟ كيف كانت اجازتك الصيفيه؟ فرد عمر قال له ايه؟ هاي عمرو، وهيرد عليه عايز اقول له هي كانت رائعه ولا هي كانت سيئه ولا ايه بالظبط. لازم اكمل عشان اعرف. فقال له حاجه، قال له I went to the beach with my family it was very fun. رحت الشاطئ مع العيله وكانت حاجه ممتعه جدا. يبقى الاجازه كانت كويسه. فانا هنا حاجه اقول له ايوه it was great مثلا، it was good it was nice. طب قلت له great على طول صح، قلت له good على طول صح. بعد كده نمبر 2 سألني السؤال، عرفت منين؟ لانه حاطط لي علامه استفهام في الاخر. عشان اعمل السؤال لازم اقرا الاجابه. I went to the beach with my family. ذهبت الى الشاطئ مع عائلتي. الراجل بيقول له هل الاجازه بتاعتك كانت رائعه؟ قال له كيف كانت اجازتك؟ فقلت له كانت رائعه. سالني سؤال قلت له رحت الشاطئ، يبقى اكيد قلت له ايه؟ اين ذهبت؟ يبقى اين يعني where did you go. تمام؟ طيب
بعد كده that sounds awesome، ده يبدو رائعا. what did you do there، عملت ايه هناك. فقبل ما اقول عملت ايه هناك انا لازم اكمل الجمله اللي جنبيها عشان افهم هو عايزني اقول ايه. قال لي the water was warm and nice، الميه كانت دافيه ولطيفه. لما تروح الشاطئ وتقول لي الميه دافيه ولطيفه، ايوه برافو يا احمد. اقول I swam in the sea، عمت في البحر. طيب قال did you play any games there، هل لعبت اي العاب. فقال له حاجه برضو كمل عشان تعرف هو عايزك تقول ايه. I played many games، اي لعبت العاب عديده. يبقى السؤال ده اجابته يس او نو. فهنا في الحاله ديت طالما قال له لعبت العاب كتيره يبقى لازم اقول له يس I did. بعد كده عمر سأل سؤال برضه عشان في الاخر عند استفهام. قال له I played with my brothers، لعبت مع اخواتي. عشان اقول له مع من هبدا السؤال بعد استفهام هو وانهي السؤال بكلمه with. يبقى هقول له ايه who did you play with، مع من لعبت. تمام يا شباب. طيب بعد كده عندي how to write a paragraph about summer activities of summer vacations، ازاي اكتب باراجراف عن الانشطه بتاعت الاجازه الصيفيه. في عندي 5 حاجات ممكن او 5 افكار ممكن اتكلم عنهم عشان ابقى اتكلمت عنهم. اول حاجه ادي which activities did you do last summer vacation، يعني لما تيجي تتكلم عن اساس الاجازه الصيفيه او الانشطه بتاعت الاجازه الصيفيه لازم اقول which activities، ايه هي الانشطه اللي انت عملتها في الاجازه اللي فاتت. هتكلم عن الانشطه اللي انا مارستها. بعد كده how did you spend your time، هتحكي ازاي قضيت وقتك. بعد كده where did you do them، عملت الانشطه دي فين، هحكي له عملتها فين. نمبر 4 who did you do them with، عملت الانشطه دي مع مين. بعد كده اقول له how did you feel، كيف شعرت. يبقى 5 نقط اوفرهم واتكلم عنهم، يبقى انا بكتب عن الموضوع بتاعي. هو اعطيني موضوع كاتبه اهوت. هنا نشوف كده my last summer vacation، تعالى كده نشوف. last summer vacation was great، الاجازه الصيفيه الماضيه كانت رائعه. as I did many activities، لانني عملت او قمت او اديت كثيرا من الانشطه. I traveled to Hurghada with my family and cousins، سافرت الغردقه تمام مع عائلتي وولاد عمي. we swam in the sea، عمنا في البحر. we rode bikes، ركبنا دراجات and played many games together، ولعبنا كثير من الالعاب مع بعض. we enjoyed our time there، استمتعنا بوقتنا هناك. I also volunteered to help clean the streets in our city، أيضا تطوعت لتنظيف الشوارع في مدينتي. every weekend، كل عطلة أسبوعية we collected trash from the streets، جمعنا القمامة من الشوارع and sent it to the recycling center، وأرسلناها إلى مركز إعادة التدوير. I joined the football team، انضميت لفريق كرة القدم at the club في النادي and we won a tournament، وفزنا بالايه بالبطولة. we were really happy، كنا سعداء حقا. I read many books، قرأت العديد من الكتب and watched many movies، وشاهدت العديد من الأفلام. it was one of the greatest vacations that I had، كانت واحدة من أروع الأجازات اللي أنا قضيتها. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الجزء الأول من يونت 1 اللي هو lessons 1 and 2. أشوفكم في فيديو قريب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.